السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو يا جماعة أو دلوقتي فيديو يا جماعة بيتكلم عن نوعية بلي الموتور. نوعية بلي الموتور عشان نركز مع بعض كده في حاجة مهمة جدا. أنا بقالي في المواتير دي بالظبط كده سكة حوالي 35 سنة، من أيام ما كان موتور كالبيدة ب80 جنيه وبحاجة و70 جنيه الحصان. شوف بقى تاريخي إيه بقى. أنا بقول لك اسم موتور طبعا في مصر والناس كلها عارفاه. شركة كالبيدة كان الموتور النص حصان كان بحاجة و60 جنيه، والحصان كان بحاجة و70 78 80 جنيه الحصان. فما تجيش بقى بعد التاريخ ده كله تقول لي اعمل مش عارف ايه افضل. لا، ده اللي اقول لك ايه افضل. وهات اللي زيي اللي شغال في كلبيده من حوالي 35 سنة. بمعنى ان انا شفت الموتور ده لغاية النهاردة شغال حلو كده. مش بتكلم عن اي حاجة خالص، بتكلم عن الماتيريال بتاع او ماتريالات اللي حصلت في السوق او جت على الموتور ده في السوق او نفسة الموتور ده في السوق، او اذا كان هي مش زيه في الجودة بل هي سوق. تمام. فالموتور النهاردة ده معياره يعتبر معيار عالمي وتقاس بيه المعايير. يعني النهارده ما اقيس موتور بموتور، تمام، هقول كلبيده الموتور ده احسن من كلبيده. هو الموتور ده يا عم سامي زي كلبيده؟ هو الموتور ده يا عم سامي اشد من كلبيده؟ كله بيسأل على التوازي على موتور كلبيده، انه واخدينه قدوه. فالنهارده لما بتكلم عن الفيديو ده عن البلي. انا بستشهد بمين؟ بستشهد باقدم تاريخ في مصر من 35 سنه. النهارده لما اجي اقيم موتور اقيمه على ايه؟ على ميزان كلبيده. زي حضرتك الميزان الذهب ال 21. اما تيجي تقيم البضاعه بتاعتك بتقول ايه؟ على الدولار او ميزان الذهب ال 21. يعني سعادتك لو مستلف من واحد فلوس من سنين طويله وعايز ترجعها له تقيم بسعر الذهب. انما واخد منه 5000 جنيه من 10 سنين تقول له 5000 ده هم، يبقى انت راجل نصاب وحرامي وضلالي وما عندكش دين ولا ذمه. وربنا هيوقفك يوم القيامه قدامه وتتسأل وتدفع الفلوس اللي عليك غصب عنك من حسناتك. بمعنى النهارده انت بتقيم كل شيء بالزمن اللي انت فيه. النهارده انا بتكلم عن 35 سنه كنت بتعامل مع مواتير وفكيت المواتير عند ناس، مش انا. كنت بروح قدام الناس في وسط البلد واقف على ايديهم كده عيني ضرب عليهم، يفك البلي يغير. مفيش حاجه اسمها شحم البلي. اي واحد يقول لك انا فك البلي بتاع الموتور اشحمه قول له انت جاهل لا تفقه شيء. مفيش حاجه اسمها شحم بليه. البليه بتتغير على طول. مفيش حاجه اسمها بليه شحمها، لا. البليه بتيجي بشحمها، بتيجي وش صاج. البليه الكلبيده بتيجي البليه بتاعتها ايطالي وفرنساوي، يعني بليتين، واحده في ايطالي وواحده فرنساوي. واتحدى ونروح الشركه سوا ونصور مباشر ونسال جوه شركه كلبيده البلي بتاعكم بيجي بليتين مش نوع واحد، نوعين، واحده فرنساوي وواحده ايطالي والاتنين وش صاج. يبقى انا لما اشتغل واخد قدوه موتور يعتبر من اكابر واقدم موتور في مصر. حلو كده. هنقول في زيه، في احسن منه؟ ده طبعا معروف. كل حاجه في الدنيا بيجي حاجه دخيله عليه. زي تليفون نوكيا، كان احسن تليفون في الدنيا النوكيا. النوكيا النهارده السامسونج ضارب في الدنيا كلها. والاوبو والمش عارف ايه حاجات ضربت وغطت على نوكيا. فاهمني ازاي؟ هي كلها ماركات، بس هل معنى ان كلبي ده هو الوحيد في الدنيا في مصر كويس؟ لا، في مواتير تانية كويس جدا جدا وزي الفل وشركات محترمه جدا جدا. مش عايز اخش في الطريق التاني ده. بتكلم على كلبي ده بستشهد. لما تيجي تستشهد على ماتيريال بيركب في موتور ترجع للاصل والاصول بتاعتك. ايه اصولي؟ موتور كلبي ده بيركب فيه بليتين وش صاج، واحده فرنساوي وواحده ايطالي، ميد ان ايطالي، ميد ان فرانس. فكيت البلي ده كم مره؟
عدد شعر راسي اللي طار. ما تجي النهارده وتقول لي النهارده البلي كاوتش افضل مين يا ابو افضل؟ ده انا ياما فكيت بلي كاوتش كنت شغال فيه، لقيت الموتور سخن وعجن الكاوتش وقفش والموتور اتحرق. البلي الصاج لا يمكن يقفش. ليه؟ الخواجه عامل بلي وش صاج علشان سعادته عارف ان الكاوتش مع السخونيه الجامده قوي بيسيح ويلبت جوه البلي والموتور يقفش ويتحرق. لان عدد مرات فصل الاوفرلود له عدد مرات فصل معينه. بعد كده الموتور بيتحرق، سخن معاك الموتور فصل اوفرلود، تك 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 مره 10 20 دقيقة، بعد كده خلاص شكرا بتلاقي موتورك فحم ايا كان هو ايه. فالبلي الصاج يا سعاده الريس يا اللي عامل فيها معلم وانت لسه داخل اول امبارح في المواتير، مفيش حاجه اسمها البلي كاوتش افضل. لا يا حبيبي بلي المواتير، انا بتكلم عن المواتير. ما تقعدش بقى مكن الجاز، مكن الطيران، مكن الصواريخ، انا مش دعوه بالقصه دي. انا بتكلم على المواتير الميه. عشان لما تشتغل في موتور عند حد او تعمل موتور لحد قول له ركب لي بلي وش صاج. لو عايز تسالني عن نوع بلي وش صاج محترم كلمني وانا اقول لك تجيب منين وش صاج وماركته ايه. ماركه 10/10 لموتورك. لان غالب بتوع المواتير بيركبوا بلي كاوتش او صاج صيني زباله. انا بحذر كل الناس لما يجي تلف موتور عند حد تشتري البلي بنفسك. يا باشا عندي كل بلي، انا عندي كل حاجه. لا، تشتري بلي بنفسك وتقف عليه بنفسك وهو بيركب البلي بتاعك. اقول لك تشتري بلي ايه؟ لان روح الموتور قلبه البلي. لو ما جبتش بليتين 10/10 تمام، وفي ماركه عالميه قوي ما بقتش زي الاول، راحت لشركه تانية او شركه تانية بتعملها. ما مش هتكلم في ماركات ومش هتكلم عن اسم بيلي، لكن انا المرجعيه بتاعتي موتور كالبيدا. المرجعيه بتاعتي بتقول لي ايه؟ انت موتورك بليو ايه؟ بقول بليو كاوتش. لكن لو جه موتور من بلده، ركز معاه كويس، جاي موتور من بلده متقفل ببلي كاوتش، ده موتور متقفل من بلده يعني بضمانه. يعني لو حصل مشكله فيه بليو قفش، بليو حصل مشكله فيه، الشركه بتلزم بتصليح هذا الموتور. لكن لما تيجي تتكلم او تناقش معايا نرجع للمرجعيه بتاعتنا، نرجع الاصول على طول. اصول ايه؟ الموتور بتاعنا بيركب فيه وش صاج. مش عايز اطول عليكم، لكن عايز تسالني ما تقولش ليه مش عارف ايه افضل، مش عارف ايه افضل مين يا ابو افضل؟ افضل مين يا ابو افضل؟ اما تحب تتكلم مع سامي جد الله باذن الله تسال ليه؟ بفضل ربنا عز وجل في الموضوع ده من 35 سنه اظن كده عندي شويه خبره كويسين يعني اظن. كله بفضل الله، كله بفضل الله. والثقه في النفس بفضل الله من الخبره مش غرور. اما يكون انسان مريض في عقله يقول لك ده مغرور، مريض في عقله. لا، ده راجل واثق في نفسه، ليه عنده مرجعيه بفضل ربنا. لكم فول ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى ويزيدني ويزيدكم علم واتعلم كل يوم وتعلموا كل يوم. وربنا يكفينا شر الجهل والجاهلين والاغبياء. كل يوم بعمل حظر. هحكي لكم كده طرفه قبل ما اقفل الفيديو، طرفه صغيره خالص كده. واحد عمل تعليق بيتهكم عليا فيه، تمام؟ لقيت 50 واحد او 49 48 واحد عاملين لي لايك على التهكم ده. تخيلوا عملت ايه؟ دخلت الاول عملت حظر لل 48 الاول، بعد كده رجعت له عملت له حذف وحظر. فخلي بالك لما تعمل لايك على تعليق بيتهكم عليا ثق تماما هدخل الاول على اللي عملوا لايك الاول اعمل لهم حظر هم الاول، بعد كده ارجع للباشا الكبير اجي قلب وراخر معاهم ايه في صفيحه الزباله اللي ايه اللي في فيسبوك كتر خيره عاملها لي. قالب كله في صفيحه الزباله بتاعت اللي يعمل لايك على واحد بيهين واحد. انا بفيدك تقوم تهني؟ لا، مكانك مع اخواتك في الصفيحه اللي في فيسبوك عاملها لي. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.